ده فيديو حبيت كده اعمله لكم علشان اقول لكم على 6 حاجات انا غيرتهم في نفسي في ال3 سنين اللي فاتوا دول، بحيث انا كنت شخصية وبقيت شخصية تانية او شخصية معدلة بشكل رهيب. يعني حتى باين على نظرة عيني، مش معنى كده ان ده احلى او ده اوحش او ايا يكن. انا مش بتكلم في مين احلى ومين اوحش في الصورتين، انا بتكلم باين روحي في عيني عاملة ازاي. وده كان تغييره حصل بسبب 6 حاجات. أول حاجة فيهم إني بقيت متأكدة من نفسي أكتر. زمان من 3 سنين كانت أي كلمة حرفيا ممكن تجيبني وتوديني، أي رأي ممكن يغير وجهة نظري عن نفسي ويغير مسار حياتي somehow، يعني أغير حاجات في نفسي عشان أعجب الناس اللي مش عاجبها، أو علشان أتجنب comment سلبي، أبطل أبدع، أبطل أغير، أبطل أعمل حاجة غريبة. طالما حاجة ما بتأذينيش ولا بتأذي حد، ليه كلمة بس من حد تخليني أقعد أقول لا 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 بلاش، خليكي في السيف سايد. ما هو السيف سايد ده هو اللي هيوقف إبداعي، السيف سايد ده اللي هيخليني دايما عاملة زي ريشة في مهب الريح، ده اللي هيخلي نظرة عيني زي الطفلة اللي محتاجة. ودي حاجة بيلقطها الناس الغير سوية. الناس الغير سوية عندها فراسة في الحتة دي بالذات، اللي هو بيلاحظوا من نظرة عينك انت مستنية رأيهم ولا لا. بيلاحظوا انت دي ممكن نضحك عليها، دي ممكن نستغلها، دي ممكن نقلل ثقتها في نفسها ونحبطها، دي باينة على عينيها قوي دي. يعني والله فعلا في حد كده فيلسوف بسمعه اليومين دول بيتكلم، بيقول هو ليه في يعني تيجي مثلا واقفه في اشاره او حاجه، ليه الاطفال اللي هم بيشحتوا مثلا بيجوا عند شخص معين وياخدوا منه فلوس، او مثلا حد كبير او بتاع، بيبقوا عندهم فراسه كده، الشخص ده باين على عينه انه طيب. ده مش معناه ان الشخص اللي بيروحوا له ده اللي بنتكلم عنه دلوقتي، بس انا بقول لكم يعني ان في ناس بيبقى عندهم بيلقطوا كده الحته دي. في فرق ما بين انت تبقى طيب ورحيم وده باين على وشك ودي حاجه حلوه عادي، بيحاول يستغلها بعض الناس، بس لو انت قوي هتمنعهم. ولكن برضو الناس السيئه بتعرف تلقط الحته الساذجه شويه في عينينا. فاتعلمت ايه بقى؟ اتعلمت ان انا ابقى متاكده من نفسي. رايكم عندي مش مهم. ايه اللي يثبت لي ان رايكم هو اللي صح بنسبه 100%؟ مش رايي انا. مع الوقت على فكرة بندرك إن عادي أنا ممكن أغيّر رأيي بعد شوية، وأنت ممكن تغيّر رأيك بعد شوية، إحنا الاتنين نبقى متأكدين جدًا في اللحظة دي إن رأينا هو الصح، ولكن ممكن بعد كده يتغيّر. فأنا إيه اللي ضمّني إن مش أنت اللي غلط وأنا اللي صح؟ غير بالتجربة، سيبني أجرّب. أنا عايزة أجرّب، أنا عايزة أبدع، أنا عايزة في مرّة أقع وفي مرّة أقوم وفي مرّة يبقى شكلي حلو، في مرّة يبقى شكلي وِحِش، وفي مرّة أعُك الدنيا وفي مرّة أبقى كويسة. ففكرة إن أنا بقيت متأكدة من نَفْسي دي، اللي هو أنا هاعرف بنفسي وأنا هاقرر بنفسي، أنا ما باخدش رأي حد غير ناس بسيطة جدًا. غير كده ما أنت مين يعني عشان أنت ممكن تنصحني من باب النُصح زي ما أنا باعمل مثلًا دلوقتي كده. أنا بقى آخد ده ما آخدش ده، أقتنع بيه ما أقتنعش بيه، دي حاجة ترجع لي. تاني حاجة بقى غيّرت في نفسي فيها وده فرق معايا جدًا، إنه الناس ما لهاش دور في حياتك إلا إذا أنت سمحت لهم. زي ما قُلت لكم كده، أنا ما باخدش رأي حد أوي في حياتي إلا إذا مثلًا الشخص ده أنا واثقة فيه جدًا، جدًا. عشان كده هو ممكن تلاقيه شخص أو 2 maximum اللي أنا ممكن آخُد رأيهم بعين الاعتبار. لو قُلت للناس كلّها أو سمحت للناس كلّها إنها تدّيني رأيها وتعدِّل عليّا وتعمل ما أعرفش إيه واستجيب لآرائهم والكلام ده كلّه، أنا بادمّرني من غير ما أحس. أنا فين من ده كلّه؟ أنا مين؟ أنا رأيي إيه؟ أنا باعمل إيه؟ أنا باسمح لهم إن هم يتحكموا في حياتي بشكل غير مباشر. بطّلت بقى أعمل كده، بقيت أنا اللي باتحكم في حياتي. وصدقوني، صدقوني لقيت نفسي حتى لو غلطت باعرف ده الغلطة دي ما اكررهاش تاني. ليه؟ مركّزة مع نفسي، فباطوّر من نفسي. يعني أنا بعد زي ما قُلت لكم بعد 3 سنين لا، لا، لأ، أنا وجدت روناء، أنا عرفت مين روناء ولسه باتعرّف عليها ولسه باقرّب منها و و
لسه بدور جوايا، ولسه بغلط ولسه بقع ولسه بقوم، بس عرفت انا مين. انا كنت حاسه ان انا تايهه، انا مش عارفه انا مين. تالت حاجه بقى اني استشعرت النعم، وده خلاني ما اسمحش لحد انه يخليني اتخلى عنها. هشرح لكم اللي انا بقوله دلوقتي ده بطريقه احسن. كان عندي حاجه كده كانت بتاعتي، سعيد جدا عشان اوصل لها والكلام ده كله. كان في دايما شخص او اتنين بالتحديد، بس الشخص ده انا هخصه بالذكر عشان قال لي حاجه كده فهمتني انه انا اللي ما كنتش مستشاره النعمه، انا اللي كنت بسمح لهم ان هم يدوا رايهم في حياتي ويأثروا عليا بشكل ما بطريقه ما. الشخص ده كان بيقول لي ما بلاش، انا خايف عليكي من الحسد والناس تحسدك ومش عارفه ايه والغريبه ان في شخصيه تانية كانت بتقولي نفس الكلام. هم لاقينك بتعملي حاجه حلوه قوي، فهم مش لاقيين حاجه يقولوها يحبطوكي بيها او يرجعوكي بيها لورا غير ان هم خايفين عليكي، وده بقى ايه؟ ده حسد في صوره خوف. لما انا فقدت الحاجه دي دلوقتي بيشكروا في الحاجه دي جدا، بيشكروا في الناس اللي معاها الحاجه دي، او يا ده فلان ده عنده كذا، لا بس حاجة حلوة، لا وحاجة ليها مستقبل وحاجة معرفش ايه. إمم. أنا بقيت أسمع كده، أنتِ اللي سمحتِ لهم، وأقول لنفسي أنتِ اللي سمحتِ لهم لمّا قُلت لهم إيه رأيك؟ عشان كده بطّلت أقول لحد إيه رأيك، إيه رأيك مش مهم الحقيقة إلا إذا بقى حد يهمني. إيه رأيك دي أي حد معدّي كده أو أي حد أنا أصلًا مش يعني معلش يعني أسأل حد حياته مش عاجباني ليه على رأيه؟ طز في رأيه، أسأله ليه؟ هتخلّي الناس فعلًا طاقتها السلبية وحسدها وغلّها يتسرّب لِك. ده هيحبطِك، هيحبطِك، هيقلل من عزيمتِك، هتيجي تفتكريها في موقف مثلًا أنتِ حاسة فيه بضعف أو بتاع، ما فلان قال لي إن أنا هاتحسد، فأنا فعلًا شكلي اتحسدت. آه، تخيّلي؟ ما تسمحيش لحد يعمل access على حياتِك. أنتِ حياتِك مقفولة، عندِك حدود، مش أي حد يقول لِك رأيه، مش أي حد مستشارة النِّعَم كويس جدًا، ما بتسمحيش لحد إنه يشككِك فيها. أنتِ عندِك زوج مثلًا فيه عيب، ياه! ده جوزِك ده ربنا يعينِك عليه، ده ما أعرفش إيه، فتبتدي تلعب في دماغِك، ده أنا جوزي وِحِش، فييجي يغلط غلطة صغيرة فأنا خلاص أنا هاسيبه، أنا مش عارفة إيه. أنتِ اللي تقرري، أنتِ اللي تقولي الغلطة دي غلطة والّا مش غلطة، الغلطة دي أعدّيها والّا ما أعدّيهاش، إن إحنا نفسياتنا مختلفة وطاقتنا مختلفة و و وتفضيلاتنا مختلفة، فاستشعري النِّعَم اللي عندِك، وما تسمحيش لحد يقول لِك رأيه في نِعمة عندِك، أو أنتِ تروحي تقولي إيه رأيك إيه بمنتهى السذاجة، ما تسأليش عن حد أو ما تسأليش حد عن رأيه غير لمّا يكون حد أنتِ واثقة فيه 100% ودول ناس حتى ما يتعدّوش على صوابع الإيد الواحدة، يعني ده لو أنتِ طلعتِ في الحياة بشخص أو 2 كده أنتِ محظوظة، لو أنتِ بأكتر من كده لا ده أنتِ كسبتِ اللوتري، أنتِ كسبتِ اليانصيب. ده هتعمليه إزاي كل ده؟ لمّا تبطّلي تاخدي التأكيد من المحيط، التأكيد تاخديه من نَفْسِك، أنا راضية عن نَفْسي والّا لأ؟ أنتِ شايفة نَفْسِك بعينيكِ؟ مش أنتِ شايفة نَفْسِك؟ مش أنتِ شايفة الحاجة اللي أنتِ بتعمليها دي، مش أنتِ حاسبة لها حساب؟ مش أنتِ شايفة أثرها على حياتِك، سواء أثر إيجابي والّا أثر سلبي؟ مش أنتِ شايفة؟ تروحي ليه بقى تقعدي تدوّري على التأكيد من عيون الناس؟ اللي يبُص لِك كده مش عارفة بقرف كده، ما أنا مالي، ما يمكن هو اللي قرفان. اللي يبُص لِك بحسد، أنا مالي، ما يمكن هو اللي شخصية مريضة، مش أنا اللي استفزيته. اللي يبُص لِك بغِل، أنا مالي، ما يمكن هو شخصية غلّاوية، أنا مالي. يعني دي حاجات ابتديت أفكّر فيها وبجد عرفتها من إيه، لمّا اتعمّقت أكتر في إن أنا أسمع عن المشاكل النفسية، عن أنماط التعلُّق، عن مش عارفة إيه، اكتشفت إنه مش كل مرّة الناس بتدّيني فيها طريقة تعامل أو طريقة كلام المشكلة عندي أنا، جايز جدًا المشكلة عندهم هم، بنسبة 90% المشكلة عندهم هم، دي طريقته هو، أنا مالي. ففكرة إن أنا أقعد أستنى التأكيد من عيون الناس ما بقيتش باعملها، ما تلزمنيش. مع كل اللي أنا قُلته لكم ده والضعف اللي أنا كنت باشعر بيه في أجزاء معيّنة في شخصيتي ده، كنت حاسة إن أنا مُنهكة جدًا بسبب إن أنا دايمًا عايشة في تحدي. مش مسلِّمة. فكرة التسليم لله، أنا باعمل اللي عليّا جدًا، بس أنا مسلِّمة أمري لله. الدنيا اتحسنت بنسبة
90% اتحسنت بنسبة يعني أحسن أضعاف، بسبب إن أنا عارفة إن أنا باعمل اللي عليَّ ومسلمة أمري لله. فبطلت أبقى منهكة، بطلت أرمي كل حاجة على نفسي، أصل أنتِ السبب، أصل مش عارفة إيه، أصل فلان نصحِك وقال لِك كذا وأنتِ ما سمعتيش الكلام، أصل فلان ده اللي هو أصلًا حياته أنا ما أحبش حياتي تبقى زيها، بس أصل هو نصحِك وقال لِك كذا، ما يمكن كلامه صح. ده بتوع الطاقة بيقولوا إن أنتِ لو أنتِ مش متأكدة من اللي أنتِ عايزاه عمرِك ما هتاخديه، ده ما أعرفش مين بيقول إيه، ده مين بيقول إيه، بس سكِّتّ كل ده. أنا بقيت مسلِّمة أمري لله، أنا باعمل اللي عليَّ، باجتهد على قد ما أقدر، والباقي والنتايج دي بتاعة ربنا. فعايزة أقول لكم ده بيدّي على عكس ما ناس كتير بتبقى مقتنعة أو فاكرة، ده بيدّي راحة نفسية، بيدّي ثبات رهيب، الثبات ده اللي بيعمل ثقة، تبقي ثابتة واقفة على أرض ثابتة مش في مهب الريح، أي حاجة تيجي كده، كلمة كده، حدث كده، مشكلة كده، تلاقي نفسِك انهارتِ وقعتِ تمامًا. بتدروخي شوية بس بتقومي، وده اللي خلّاني أوصل للنقطة الثابتة، وإن أنا باخرج من الأزمات survivor، آآ شخص صمد، ناجي، ناجي، شخص ناضج، مش ضحية. فكرة إن يا عيني يا حبيبتي ومش عارفة ليكِ حق تبقي كده، وأصل أنتِ ظروفِك كانت لا، 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 لا. أنا خرجت كشخص ناجي، طبعًا الاختبار ده ما كانش على هوايا إنه يحصل، والأزمة دي ما كانتش على هوايا إنها تحصل، وما كنتش عايزاها أصلًا خالص، ولكن هو قدر، وأنا مرّيت بيه، وظروف حصلت لي، أطلع منها بقى ضحية، أقعد أغِل على اللي حواليّا وأحسد فيهم وبتاع، واشمعنى هم حصل لهم كده وأنا ما حصلّيش زيّهم واشمعنى، والّا ما هي دي على فكرة الضحية، عشان كده أنا أكره جدًا شخصية الضحية. شخصية الضحية مش إن حد فعلًا كان ضحية في شيء وعدّى بيه ونجا منه، أو هو فعلًا بيعاني من حاجة، لا، لا، لأ، ده mentality، ده طريقة تفكير، حد عانى من حاجة بس بدل ما يقوم واقف على رجله ويعتبر نفسه شخصية ناجية، اتعلم من الغلط ده كتير، أخد عليه ثواب، ثوابه محفوظ، الكلام ده كله لأ، ضحية بقى، واشمعنى الناس كلها وأنا اللي ضحية، ويبقى حاسد وحاقد وغلاوي. ومحلّك سر وواقف في مكانه وعمّال يعلّق، عنده سطر جلاليب قد كده في الدولاب عمّال يعلّق عليهم مشاكله وأمراضه النفسية وقرفه، لأ يعني الواحد يخرج الحمد لله، يعني عمري ما كنت في الحتّة دي أوي، ولكن كان برضه فكرة إن الواحد عايش ضحية دي، والله ولو بنسبة 10% mentality الضحية زي ما قُلنا، مش إن حد فعلًا مَر بأزمة أو فعلًا عادي، ما ممكن نكون ضحية في بعض المواقف، بس فكرة إن أنا عايش في الدور ده ولابسه على طول، لا، 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 لأ، دي حاجة مدمرة جدًا، حاجة عمرها ما هتوصّلني لشيء. فعشان كده حتى نظرة عيني اختلفت، طريقة كلامي اختلفت، فهي فعلًا مش حاجة في الشكل، هي حاجة في النضج، حاجة في الروح، حاجة في نظرة العين. وبس. أنا مش جاية النهارده أكلمكم على نفسي بالمناسبة، أنا بس جاية أقول لكم إنه الحاجات دي ممكن أنتم كمان تغيّروها في نفسكم لو أنتم كنتم أو أنتم حاليًا بتمرّوا بنفس اللي أنا كنت بامُر بيه مثلًا من 3 سنين. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأنا مش ناسية مواضيعنا اللي أنتم بتحبوها، الأنوثة والعلاقات والحاجات دي، وإن شاء الله هنتكلم فيها في الفيديوهات اللي جاية، عشان كده عايزاكم تختاروا من الموضوعين اللي هيظهروا لكم على الشاشة كمان شوية. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد على ألف خير، باحبكم والله جدًا، جدًا، وبالذات اليومين دول ما أعرفش ليه. باي باي.